الدراسة هتدخل، وللأسف الشديد ناس كتير قوي هتبدأ تهجر القرآن مع أولادها. وحتى لما كنا بنحفظ القرآن هنبدأ خطأ. نسيبه. كبير في التربية إن احنا وقت الأجازة بس هو اللي بنحفظ فيه ولما القرآن، بن... نكون مشغولين في الدراسة، عندنا دروس وعندنا حاجات كتير، القرآن بنديله بس فضلة الوقت، وكأنها إشارة بنديها للأولاد إن القرآن بنديله الزيادة على وقتنا، لكن ما بنفضلوش وقت مخصوص. وقت الدراسة وقت دروس ومذاكرة، ممكن ما نبطلش تمارين وممكن نفضل نروح التمارين بتاعتنا ولكن عادي، وقت وقت الأجازة بس هو اللي بنحفظ فيه القرآن. لا، ونيجي بعد كده نشتكي من هجر القرآن وإن الحفظ صعب علينا. لا، محتاجين نغير المفهوم ده عندنا وعند أولادنا، ونعرفهم إن القرآن ما بيدخلش في حاجة إلا ويزيدها بركة ونور وخير. الدراسة لو دخلها القرآن هيبقى فيها البركة، الوقت لو دخل فيه القرآن هيباركه، عقل لو دخل فيه القرآن هيباركه، والقلب لو دخلوا القرآن هيباركه. القرآن مش بنديله الزيادة، القرآن عزيز ولازم نفرد له وقت مخصوص. هسيبكم تستمتعوا معايا في قراءة القرآن الكريم للبنات في مسجد السيدة نفيسة. استمتعوا معايا بأصوات بناتنا وقراءتهم الرائعة. جهنم جزاؤكم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ما شاء الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله ما شاء الله. إنه كان بكم رحيما. ما شاء الله، اللهم بارك، ما شاء الله ما شاء الله.